بيتي فور العيد يا جماله، كل سنة وانتم طيبين. مقادير وطريقة عمل بيتي فور حاجة روعة، أحسن من المحلات وأجمل من المحلات زي ما عودكم مطبخ الشيف خالد. شوف الجمال والحلاوة. بيتي فور معمول عالشعرة، حاجة روعة. لو هتشتريه من برا هتشتريه بمبالغ كبيرة أوي. وعودكم الشيف خالد إن هو جاب سر المحلات اللي بيتعمل بيه. عايزكم تسمعوا وتشوفوا حاجة روعة، حاجة بتتكسر وتدوب في الإيد. تمام. ولا الطعم الروعة. كل الكمية دي يا جماعة معمولة بنص كيلو زبدة، نص كيلو دقيق. ادانا الكمية اللي انتوا شايفينها دي، حاجة روعة. وكل سنة وانتوا طيبين. طبعا احنا نزلنا الكحك وهننزل الكحك بمقادير تاني ان شاء الله. فاضل معانا البسكوت، نزلنا الغريبة. تمام. ما تنسوش الاشتراك في القناة، لايك، شير. كل سنة وانتوا طيبين. هنبدأ معانا مقادير البيتي فور. معانا هنا 620 جرام دقيق، بتاع الكحك. وعندي هنا 200 جرام سكر بودرة ناعم. ومعايا كمان هنا 500 جرام زبدة، ممكن تستبدليهم سمنة لو عايزة بس الزبدة أفضل. وهحتاج هنا 2 بيضة، 2 فانيليا، وهنحتاج معلقة كاكاو. أول حاجة نضرب الزبدة. عندك مضرب كهربا ماشي. هنضرب كده لحد ما نوصل بالزبدة للقوام الكريمي. عندك مضرب كهربا هيغنيكي طبعا عن الكلام ده كله. نوصل للقوام ده، قوام الكريمي. هنزل عليه بالسكر، سكر بودرة، وهنخله عشان اي تكتلات ولا حاجة خشنة ده كله يطلع بره. نقلب. هنقعد نضرب لحد ما يختفي السكر خالص. كده اللون بتاعها بقى فاتح شوية، الهواء داخل فيها، السكر داب. هنزل بقى ايه، بيضة بيضة، هما بيضتين. نقلب لحد ما تختفي معانا. حط الفانيليا، ونضرب. كده البيضة اختفت خالص. ننزل بالبيضة التانية وعليها واحدة فانيليا. وهنضرب. كده اختفت البيضة التانية خالص. كده خلاص. اهم خطوة الخطوة دي يا جماعة. تمام. ننزل بعد كده بالدقيق. بسم الله. ننزل بالمقدار كله. بسم الله. هنبدأ نقلب بقى.
كده العجينة بتاعتنا. العجينة بتبقى طرية عشان نشتغل بيها بالكيس مش بالمكنة. لو هتشتغلي بيها بالمكنة هتسيبيها في التلاجة ربع ساعة بس، ما تزوديش دقيقة عشان ما تنشفش معاكي. طبعا هناخد شوية من المقدار ده، نصه او تلته بمعنى صح، هنديله ايه كاكاو. هننزل بالكاكاو عليها. بسم الله. نقلب. اللون ده فتح شوية، هنحاول نغمقه وهديها شوية كاكاو تاني، معلقة تاني. طبعا الكاكاو ده خام. كده اللون اللي احنا عاوزينه. مش عارف الكاميرا جايباكم اللون بالظبط ولا لا. سيبها ترتاح 5 دقايق في التلاجة. هناخد كده نحط في الكيس بتاعنا عجينة. بسم الله ما شاء الله. وقبل ما تشتغلي هتاخدي عجينة نعملها ايه، نعملها تيست في الفرن، نشوف العجينة بتاعتنا مظبوطة ولا لا. كده الكيس هنبدأ كده اهو، نبدأ ايه نعمل وحدات. تمام، مش هنلعب فيها ولا نعمل اي حاجة، هندخلها الفرن ونشوف السوا بتاعها محتاجة دقيق ولا الزبدة بتاعتها قليلة ونشوف. ده كده بقى مدخلناها الفرن التجربة بتاعتنا. كده العجينة مظبوطة، الغيار بتاعها مظبوط. تمام، يلا نبدأ نقطع مع بعض ونشوف. نقطع مع بعض. بسم الله. كده زي ما احنا شايفين اهو. لو عندك برضو البلة تاني بتاعت كيس ممكن يبقى شكل تاني مختلف، والحاجة ما تبقاش كبيرة لان هي هتفرد معاك عشان الزبدة اول ما تخش الفرن هتفرد شوية، فالمسافات تبقى بعيدة من بعض شوية. كده الصينية اول ما هنخلص الصينية على طول نخش على طول على الفرن. طبعا فرن يكون سبق ان احنا شغلناه. هتخش الفرن على الرف الوسطاني لمدة ربع ساعة تلت ساعة، ونبدأ على طول اللي يخلص على طول يخش الفرن. لما نبدأ العجينة البني بنحط كام واحدة عجينة بيضة عشان نعرف نفرق بين لما تستوي العجينة البني اللي مش هتبان معانا بسهولة في الفرن. طبعا ده سر من مطبخ الشيف خالد. العجينة البيضة هتبان في السوا، انما البني مش هتبان معانا، فده بيسهل عليكي انك تعرفيها استوت ولا لا. مفيش اي حد هيقولك المعلومة دي. زي ما احنا شايفين كده. طبعا ما تقوليش انها صغيرة، لا هتخش الفرن وهتكبر معانا شوية. دي النتيجة بتاعت السوا بتاعنا زي ما احنا شايفين. حاجة روعة، احلى من بتاع المحلات. شوف بقى باقي التسوية بتاعتنا. كده دي الصينية اللي بتفور البني بعد ما استوى. دي فايدة العجينة البيضة، لما اتحطت عرفت افرق بين ان ده مستوي ولا لا. في البني طبعا مش هيبان معايا، فدي الفكرة اللي انا بقولكوا عليها. واحدة بيضة في الصينية هتبين اذا كان استوى ولا لا.
النهاردة الصينية التانية نسيها فيها واحدة بيضة. تمام، كام واحدة بيضة يبقى يقولوا اذا الحاجة استوت ولا لأ. صلى على رسول الله. دي الكمية بتاعتنا بعد ما استوت. عندك بقى بوكس هتشيل فيه، عندك اي حاجة. انا بس بوريكم الكمية اللي طلعت من المقادير اللي احنا اشتغلناها. دي كده الكمية بتاعتنا بعد ما طلعت وبعد ما استوت، المقادير بتاعتنا. طبعا بعد كده عايزة تجمعيهم كل اتنين مع بعض، مع شوكولاتة، مع اي حاجة.